ورجعنا بفيديو جديد. قبل ما ابتدي فيديو النهارده ما تنسيش تشتركي في القناه، تفعلي زرار الجرس رن رن عشان يوصلك تنبيه واشعار بكل فيديو جديد ينزل. دخلت انا والاولاد كافيه، فهنطلب ايه؟ نطلب موهيتو بقى في الحر ده وحاجه متلجه وحلوه. خلاص بكام يا جدعان؟ ب40 جنيه. ليه ب40 جنيه؟ بعيد اللي احنا جبنا يعني وقتها يعني، بس ايه خلاص انا قررت اعمله لهم في البيت طالما هما بيحبوه. هنعمل ايه مع بعض؟ جبنا ليمونتين لونهم اخضر، لان الاخضر بيبقى ريحته اقوى جدا. خلاص هتقشريه وتشيلي الجزء الابيض دوت خالص، وبعدين هتحطيه في الخلاط بتاعك او لو عندك هاند بلندر هتحطيه، وتحطي 4 ورقات نعناع، وتحطي 4 معالق ميه، معلقتين سكر، وتمكسيه كويس. هتحطي بقى فيترك نعناع هنا، وبعدين هتحطي التلج بتاعك، وتحطي ليمون والنعناع بتاعك. خلاص، وتنزلي بالعصير اللي احنا عملناه. الليمونتين بيعملوا كوبايتين، خلاص من كوبايتين ل3 كوبايات، بس هو كوبايتين لو حجمهم كبير، 3 كوبايات لو حجمهم صغير. وتنزلي بقى بالسيفن اب بتاعك او السبرايت اللي هو المية الغازية اللي انت هتستخدميها براحتك. خلاص، ده اول طعم معانا. عايزه اقول لكم طعمه وهم، ده اكتر طعم ماما حبيته اصلا. خلاص، هنيجي بقى نعمل فينتو ببلو بيري. البلو بيري هنا جبت اللي هو الكنز العادي اللي هو من فينتو، وحطيت عليه تلج ونعناع والليمون بتاعي، وفضيت نص هنا ونص هنا، وبعدين كملت بالسبرايت بتاعي برضو الكوبايات. كده يبقى خلصنا، مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. وتحكمي بقى في التلج براحتك. عايزه اقولك كده بينزل على قلبك روقان. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك تنبيه واشعار بكل فيديو جديد ينزل. بصوا بقى اللي هو في الاول اللي قبل دوت، ده عصير تفاح. اعمليه عادي معلقه مع معلقتين ميه، وقلبيه كويس، وحطي عليه التلج ونعناع وليمون، وتحطي عليه السيفن اب بتاعك. خلاص، تعالوا بقى هنعمل حاجه حلوه وتطلع معاكي كتل كده في الشليمو، فتبقي بتاكلي وتشربي في نفس الوقت. حاجه وهم. ايه هو؟ بالجيلي. ايوه جيلي يا مها، ايوه جيلي يا مها. بصوا بقى، هتجيبوا باكو الجيلي تقلبوه في ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه مغليه، وتمكسوه كويس قوي بالمعلقه لحد ما يدوب عشان ما يتكتلش معاكي. ميه مغليه، ايوه ميه مغليه. هتجيبي بقى التلج بتاعك والليمون والنعناع، وتروحي حاطه فوقيه اللي هو الجيلي اللي احنا عملناه مع بعض. خلاص، باكو الجيلي بيعمل عامه 4 كوبايات، لو الاربعة وسط او 3 وسط. خلاص، هتحطي بقى بعد كده السيفن، وخلي بالك بالراحة جدا لان زي ما انتوا شفتوا بيفور خالص. تمام، بالراحة. وهتحطي ده بيبقى طعمه وهم، خصوصا وهو مع التلج وانتي بتشربي كده، بيبقى فيه قطع من الجيلي، بيبقى حلو قوي. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي كل الاطعمه، بس انا بفضل الليمون بالنعناع زي والدتي. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه، تفعلوا زرار الجرس ترن عشان يوصلك تنبيه واشعار بكل فيديو جديد ينزل. وما تنسوليش في اللايك. لو عجبكم الفيديو دوت قولي لي اعمل لكم سلسله من المشروبات الساقعه اللي بتروق علينا في الحر دوت. خلاص، عايزه اقول لكم جربوا تعملوه في البيت، كوبايتين كده في البلكونه ومع قرة عينك، حاجه حلوه قوي. بصي شكل عظمه والله، البلو بيري والتفاح وجيلي فراوله والليمون نعناع، كلهم طعمهم حلو قوي. جربيه قولوا لي بتفضلوا انهي طعم، وجربي لو عايزه تغيري جيلي الفراوله بجيلي اناناس او مانجا زي ما انت بتحبي. ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.